قالت له لازم اروح ودخلت من باب. دخل وراها من نفس الباب بس ما لقاش بيت، لقى مقابر. النهارده هنرجع بالزمن لسنه 1978 لما نزل فيلم اسمه الاعتراف الاخير بطوله نور الشريف ونيلي ونبيل عبيد وصلاح السعدني. في الفيلم نور الشريف مراته نبيل عبيد ماتت في حادثه، ومن ساعتها وهو متاثر جدا وقافل على نفسه ومش قادر يعيش بعدها. حياته كلها اتشقلبت وكل اللي حواليه شايفينه بيضيع. ادهم. ادهم، مالك يا ادهم؟ في ايه؟ صلاح السعداني ابن خالته بيحاول يخرجه من اللي هو فيه، وبيكلمه وبيحاول يفهمه ان مراته اللي هو حزين عليها ما كانتش ملاك زي ما هو فاكر. درية ما كانتش ملاك يا ادهم. صلاح ما كانتش ملاك. بس ما قدرش يقوله ان هو شافها بعينيه في موقف غريب، وان هو حاول يكلمها ويمنعها بس هي رفضت وقالت له بالحرف: ايوه ما تقدرش. ادهم بيحبني وانت بتغير منه، بتغير من حبنا. نور الشريف كان متأثر ومش قادر يتقبل ولا يسمع أي كلمة تتقال على مراته، لحد ما في يوم هيحاول صلاح السعداني يخرجه ويسهروا بره، وفجأة وهو قاعد لوحده هيشوف نيلي داخلة عليه. كانت لابسة أبيض وهادية وساكتة وطريقتها غريبة وشكلها مش طبيعي، وطريقتها شدته لغاية ما قامت وهتخرج من المكان، وهو هيقوم وراها وهيفضل يسألها هي مين وحكايتها إيه. فهتقول له إن هي كانت زميلته في الكلية وإنها الوحيدة اللي من زمان حبته بجد، بس هو عمره ما شافها لأنه كان شايف بس نبيل عبيد، وحبه ليها كان مخليه مش شايف أي حد تاني. نيلي كمان هتحكي له إنها اتجوزت غصب عنها وإن أهلها ضغطوا عليها، وانها بعد الجواز ما قدرتش تكمل وفضلت طول الوقت بتفكر فيه لدرجه انها تعبت نفسيا وعيت جامد. وهتعترف له كمان انها شافت مراته وهي بتخونه بعينها وقت ما كانوا في رحله تبع الكليه، بس وقتها طبعا ما كانتش قادره تنطق ولا تقدر تقول له اي حاجه لانه ما كانش هيصدقها. انت غريبة قوي، علمتيني حاجات لو عشت عمري 10 مرات ما كنتش هتعلمها. الليل بيعدي والوقت بيجري وهو مش حاسس لا بساعه ولا بمكان. الدنيا هتبرد قوي وهيقلع لها الجاكيت بتاعه علشان تتدفى. رسالتي انتهت خلاص، ما اقدرش، لازم امشي. انت ساكنة هنا؟ ايوه. هتتأخري جوه؟ بعدها هتستأذنه وتقول له انها اتأخرت وتشاور على باب حديد وتقول له ده بيتي ولازم اروح. نور الشريف وقتها هيعترف لها ان هو بيحبها. بس تكوني معايا. هتلاقيني جنبك طول العمر، عمرك. وهيقول لها ان هو هيفضل قاعد مستنيها، وفعلا فضل مكانه ونام في الشارع وكان منتظر انها ترجع. ولما يصحى من النوم فجأة هيقوم بردان ومخضوض. هيدخل من نفس الباب الحديدي اللي دخلت منه ويلاقي نفسه جوه مكان غريب ضلمه وساقعه وبيخوف، ويكتشف وقتها ان هو في مقابر. وهو بيبص حواليه فجأة هيشوف الجاكيت اللي هو كان قلعه لها ومتعلق على شاهد مقبرة. هيقرب ويشوف يلاقي صورتها مكتوب تحتها سميرة عبد الله عروسة السماء، ويفهم وقتها ان البنت اللي كان بيكلمها طول الليل كانت شبح وماتت من فترة. والاغرب ان الفيلم ده مقتبس من قصة مرعبة حقيقية حصلت في الشاطبي في اسكندرية، لما سواق تاكسي كان ماشي بعد نص الليل ولقى بنت واقفة لوحدها وطلبت توصيلها للشاطبي، وكانت ساكتة طول الطريق. ولما وصلوا نزلت عند بوابة حديد وقالت له استناني هنا. السواق قعد يستناها كتير، ولما اتأخرت نزل وفتح الباب اللي دخلت منه لقى نفسه جوه مقابر. الناس حلفوا ان هم شافوا البنت وانهم عرفوا ان هي ماتت في حادثة.